الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اليوم المبارك أيها الأفاضل، ألا وهو يوم الجمعة الذي عظمه الله في كتابه، عظمه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أردت أن أقف مع مسألة، هذه المسألة متعلقة بيوم الجمعة، وهي من أحكام يوم الجمعة والتي نص عليها فقهاؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، ألا وهي حكم السفر في يوم الجمعة. هذا اليوم بالنسبة لدينا أيها الأفاضل هو من أيام العطل، والناس ينشئون فيه السفر لتفرغهم وفراغهم في هذا اليوم، فأردت أن أتحدث عن هذه الجزئية، كل ذلك طبعا على ضوء مذهب مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أولا لابد أن نفهم مسألة، وأن هذا المسافر الذي نتحدث عليه أيها الأفاضل هو المسافر الذي تلزمه صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها شرائط معينة بينها فقهاؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، من ضمنها أن يكون رجلا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مقيما أيها الأفاضل، وغيرها من الشرائط. فهذا الذي نتحدث عنه هو الذي تلزمه الجمعة، والذي استكمل شرائط الجمعة التي نص عليها فقهاؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. المسألة الثانية أن المتأمل إلى ما كتبه سادتنا الفقهاء تحديدا المالكية يدرك أن هذا المسافر الذي نتحدث عنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أيها الأفاضل وهو المسافر الذي يجوز له السفر في يوم الجمعة. هذا المسافر الذي يجوز له السفر في يوم الجمعة يجوز له السفر إن كان سيسافر قبل الفجر. هذا الإنسان الذي ينوي السفر في يوم الجمعة ويخرج في سفره قبل فجر يوم الجمعة، فإن سفره هذا يعد من الجائزات، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والسواد الأعظم من فقهائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الصورة الثانية أيها الأفاضل وهي منوطة بالكراهة، فيكره للمسافر أن يسافر بعد الفجر وقبل الزوال. لكن الكراهة ها هنا أيها الأفاضل، الكراهة لا تنافي الجواز، والكراهة ها هنا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. ووجه الكراهية عندنا عند فقهاء المالكية يكره للإنسان أن ينشئ السفر بعد الفجر وقبل الزوال. وجه الكراهية قالوا حتى لا يفوت بذلك هذا الأجر العظيم، وهو أجر شهود صلاة الجمعة. مسألة الغسل، ومسألة التبكير، ومسألة الصلاة قبل الجمعة، ومسألة الدنو من الإمام، ومسألة الإنصات للإمام، ومسألة صلاة الجمعة في حد ذاتها، هذه فيها من الأجر ما الله به عليم. فخروج المسافر أيها الأفاضل بعد الفجر وقبل الزوال يفرط ويفوت في هذا الأجر العظيم، على أننا لابد أن ننص على مسألة بذاتها، وهي أن فقهاءنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم نصوا في كتبهم وفي مصنفاتهم على أن هذا الإنسان المسافر لو بقي ولم يسافر وترتب على بقائه مشقة، ويترتب على بقائه الحرج، ويترتب على بقائه المضرة، فإنه يسافر ولا شيء عليه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضي الله عنه وعن سادتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما نقل الإمام البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سمع رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، لسافرت. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له: أخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. فهذه المسألة أيها الأفاضل مبناها على الكراهة بالنسبة لمن أراد الخروج بعد صلاة الفجر وقبل الزوال، وقلنا أن الكراهة ها هنا لا تنافي الجواز. الصورة الثالثة أيها الأفاضل، يحرم على الإنسان الذي تلزمه صلاة الجمعة أن يسافر بعد الزوال. بعد الزوال إذا توسطت الشمس في كبد السماء ثم بدأت هكذا تزول، تنتقل من كبد السماء إلى جهة الغروب، هذا الوقت هو وقت دخول صلاة يوم الجمعة.
وهذا الوقت الأصل في الإنسان أنه يسعى فيه لأداء صلاة الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا سافر الإنسان بعد الزوال أيها الأفاضل فإنه يحرم عليه ذلك أيها الأفاضل، لأنه ها هنا تلزمه وتجب عليه صلاة الجمعة. وهذه الثلاث صور هي التي ذكرها فقهاؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وكرهوا عند الأذان النفل كتركه للاستنان الشغل أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال امنع لضعن الحر. لكن لابد أن نبين مسألة، وأن ما ذكره سادتنا الفقهاء يعني المتأمل إلى ما كتبه المالكية وغير المالكية يدرك يقينا أيها الأفاضل أن مدار الحكم ومدار هذا التفصيل، يعني هذه التفصيلات التي ذكرناها، مدارها على تفويت صلاة الجمعة. يعني هذه التفصيلات، مسألة الجواز ومسألة الكراهة وصورة الحرمة، كل ذلك حتى لا يفوت الإنسان المكلف الذي تجب والذي تلزمه صلاة الجمعة، يعني هذا الخير العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على صلاة الجمعة. لكن لابد أن ننتبه إلى مسألة أيها الأفاضل، أن ما كتبه سادتنا الفقهاء كتبوا بناء على ما كان في زمانهم، والسبب في ذلك أن يعني صورة الحكم ها هنا تغيرت فيها كثير من الأشياء والتي كانت مناطا للحكم الشرعي وتغيرت بتغير الزمان. وهذه المسألة أيها الأفاضل أن الفقهاء لما كتبوا في زمانهم كتبوا يعني على السفر الذي يعني رآه الفقهاء في زمانهم. الناس كانوا يسافرون على البعير، الناس كانوا يسافرون يعني على الخيول، فيقطعون المفازات والسفر في أيام وفي أسابيع وأحيانا في أشهر وأحيانا في سنوات. لكن المتأمل في وقتنا أيها الأفاضل، خاصة مع سرعة التنقل، الإنسان منا يقطع ما بين القارات في سويعات يعني بالطائرات وبنحوها، فلا بد أن ننتبه إلى هذه الجزئية. أيضا لا بد أن نتنبه أيها الأفاضل إلى مسألة أخرى، وهي ولله الحمد والمنة كثرة المساجد يعني في بلادنا وفي بلاد المسلمين. يعني ما بين المسافة والمسافة في الطريق نجد كثير من المساجد والتي يستطيع الإنسان أن يؤدي فيها صلاة الجمعة. أردت أن أنبه عن هذه المسألة حتى إذا ما أردنا أن ننشئ حكما شرعيا لابد أن نتحدث عن المدار الأول، وهو أن الفقهاء لما كتبوا لأجل حتى لا يفوت الإنسان صلاة الجمعة، وأيضا كتبوا بناء على يعني الوسائل التي كانوا يستخدمونها في السفر. لكن هذه الوسائل ولله الحمد والمنة أيها الأفاضل تغيرت في زماننا، وأصبح يعني السفر يعد من المسائل البسيطة، لأن هذه الوسائل تقطع هذه المفازات وهذه المسافات في زمن قليل وفي زمن قليل. وأيضا المسألة الأخرى هي مسألة كثرة المساجد. لذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يسافر أيها الأفاضل ولا يفوته بسفره صلاة الجمعة نظرا لكثرة المساجد وأيضا يعني لهذه الوسائل التي تستخدم، فإن الإنسان يسافر ولا حرج عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأحوال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله